تعال علمك كيف تشيل وحش الفرعون وحدك سولو سكواد. مثل ما انك شايف بتروح على هاي الزاوية اللي رحت عليها انا. طبعا بتكون مجهز حالك بالطلق واللوت. بنصحك تاخذ بكسيه وام 7 او بكسيه واكي ام، لان البكسيه طلقها كتير والام 7 والاكي ام دمجهم قوي وعالي. راح تستنى، راح تخلي الفرعون يدمجك، مو مشكلة، وانت بس كمان استغل الوقت واضربه لحتى يضربك هذا البوكس، وبتطلع على ايده. تطلع على ايده وبتوقف ورا هذا الصندوق، وهيك راح تبلش انت تدمجه بالمناطق الصفراء. مستحيل يحسن هو انه يصيبك، يعني انت بتوقف ورا الصندوق، بتعبي المشط، بتهيل. هو ما راح يحسن يصيبك ابدا. ممكن يصيبك اذا ضرب بوكس، بس مو مشكله، راح توقف انت ورا الصندوق وراح تعبي دمك. وخصوصا انت راح تتجنب انه الفراعنه هذوك الصغار، راح تتجنب انه ما راح يحسنوا يطلعوا لعندك ابدا، ولا راح يضربوك خالص. مثل ما انك شايف، شوف كيف انا راح شيله. ولما بدي اعبي دمي او اعبي المشط، راح اوقف ورا الصندوق، ومستحيل انه يحسن يصيبني. وعندما هون راح ينتهي دمه الاولاني، راح يجي دم جديد بس اقل من الاول، وراح تضربه بالنص هون بصدره، وهيك راح تشيله بكل سهولة. شوف كيف راح انا شيلوها، خليك مع المشاهدة. هيك خالص. هلا راح احسن اخذ لوت، ضل هدول الاثنين راح شيلهم يعني بسهولة، وهذا هو اللوت. لا تنسى اللايك والمتابعة فضلا وليس امرا.